بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إنا نسألك العون على ما كلفتنا به، ونسألك التيسير لأداء ما علينا، ونسألك الهمة للقيام بحقوق من حولنا. اللهم إنا نسألك الصبر والعزيمة والإصرار، وأن تذيقنا التوفيق والفلاح وحسن الاختيار، ونسألك يا مولانا السلامة والسعادة وصحبة الأخيار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي القائم بأمر أمته في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهارده فيديو جديد وروتين جديد. الروتين النهارده روتين في المطبخ زي ما وعدتكم قبل كده. اللي بيدخل قناتي لاول مره هو ما اشتركش عندي في القناه، يشترك على كلمه اشتراك وفعل زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصله اشعار بيه واتفرج على الفيديو ان شاء الله. وكنت برغي في ايه بقى وانا قاعده كده بقول لكم القعده دي انا عاملاها مخصوص عشان اذكركم بورد القران الكريم ان انتوا تقراوه. تمام. وكمان بذكركم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار في بدايه الفيديو، ادعوا لامي والحمايه والاموات المسلمين بالرحمه والمغفره. وكمان اللهم صل على سيدنا محمد، ادعوا لاهل غزه وفلسطين ربنا يرحم شهدائهم ويثبت اقدامهم وينصرهم نصرا عزيزا عاجلا غير اجل، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا النهارده الفيديو حلو قوي، عملت فيه كيكه. هشطب في المطبخ زي ما قلت لكم كده، واغسل بقى البوتاجاز وكل حاجه. بس تابعوا الفيديو كده ان شاء الله هيعجبكم وتاخدي منه فكره حلوه جدا. وعايزه اقول لك الكيكه بتطلع اقسم بالله حاجه روعه رهيبه. المره الوحيده اللي طلعت معايا وحشه المره اللي فاتت، وانا اصلا ما طلعتهاش يعني في الفيديو. ليه بقى؟ انا ما بحبش اطلع حاجه الا اذا كانت يعني كويسه جدا، عشان انت لما تحطي فلوس في الحاجه وتجيبيها وتعمليها ما يبقاش انا ما اخدش ذنب. علشان ايه؟ طبعا انا اللي قلت لك عليها. مثلا لو كنت لما شفتيني قمت تعملي الحاجه ديت، فبالتالي لو شكرتي في حاجه وهي مش حلوه طبعا اكيد ربنا هيحاسبني عليها. تمام. تعالوا ندخل على الفيديو واقول لكم انا عملت الكيكه دي بالطريقه ازاي. انا كان عندي سكر مطحون، ولو مش عايزه سكر مطحون تمام، هو السكر عادي مش هيفرق حاجه، بس اهم حاجه يبقى ناعم علشان يدوب يعني. حطيت، لو انت عايزه مقادير بالظبط بالظبط، يعني ايه، مثلا كوبايه سكر. تمام. وطبعا السكر ده تقدري تقلليه وتقدري ايه تزوديه براحتك، ده حسب الرغبه وحسب انت بتحبها ازاي. كوبايه لبن، نص كوبايه زيت. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. او مثلا كوبايه اللبن دي ممكن تستبدليها بكوبايه برتقان، كوبايه مثلا بانك اللي هو برضو البرتقان ده، اي حاجه. وكمان معاهم بيضتين، تحط السكر والزيت واللبن والبيض معاهم برضو كيسين فانيليا علشان الزفاره بتاعت البيض. وتضربيهم كويس، اما في الخلاط او بالمضرب اليدوي او بالهاند بلندر او اي وسيله يعني. تمام. وبعد كده بعد ما بتضربيهم والسكر بيدوب في الحاجات دي كلها، بتنزلي عليهم بالدقيق، معاهم كيس بيكنج باودر، ومعاهم برضو سنة ملح صغيرة علشان السنة مع الدقيق يعني. تمام. وبعد كده بتعمليهم بالمضرب اليدوي، والصينيه بتاعتك بتاعت الكيكه بتدهنيها بالزيت او بالسمنه، وبعد كده تحط عليها سنه دقيق صغيره بتبدريها يعني. وعشان ايه؟ الكيكه تبقى تخلع منك وايه ما تبقاش لازقه في الايه في الصينيه او في الطاسه اللي انت هتعمليها. مش في الطاسه طبعا، هي في الصينيه يعني ايا ما كان، او في بايركس او اللي انت هتعمليه. وهتاخدي احلى كيكه بقى. بس اهم حاجه لو انت هتزودي المقادير ديت، اعملي في حسابك ان انت يبقى البيكنج باودر عندك كافي، يبقى عندك ماده رافعه كافيه للحاجه دي. احنا طبعا هنا الماده الرافعه عندنا البيض وعندنا البيكنج باودر. كنت بقول لكم على دقيق اسمه دقيق احلى. تمام. محدش يجيبه، مش حلو خالص. انا جبته حتى هو مقارنه بالدقيق السايب اللي احنا بنشتريه كده من السوبر ماركت. هو لونه اسود كمان اكتر من الدقيق اللي هو التاني ده، رغم ان هو متغلف وفي اكياس زي ما انتم شايفين. لكن مش كل حاجه ممكن الواحد يجيبها متغلفه وكده تبقى احلى من اللي هي يعني، مش كل الماركات بتبقى حلوه يعني. المهم ده دقيق سايب حلو جدا، انا عامله بيه اقسم بالله ما شاء الله الكيكه تحفه فوق الروعه. فانتوا يعني مش لازم يعني لو خدتوا حاجه من حد قال لكم مثلا الحاجه دي حلوه او وحشه، يعني امنوا، خصوصا لو كان حد يعني عنده ضمير وبيقول لك بجد يعني. انا بقول لك الدقيق ده مش حلو خالص. انا استخدمته قبل كده في الكيكه، كانت مش حلوه. وكمان استخدمته في القرص، كان لونها اسود كده مش بيضه. تمام. المهم انا المقادير بتاعه الكيكه بتاعتي غير اللي انا قلتها لكم. ليه بقى؟ لان انا مش بعمل صينيه صغيره، انا بعمل صينيه كبيره. فبالتالي انا بزود الكميات، لكن انا يعني ايه بحطش بالمقادير كده بالبركه زي ما بنقول.
وطبعًا هنعملهم كده. عايزة أقول لكم العباية اللي أنا لابساها دي عباية أمي، ادعوا لها بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جنات رب العالمين. كمان عايزة أقول لكم إن أنا عملت الكيكة بالبرتقان واللبن مع بعض، عملت كوباية برتقان مع كوباية عصير برتقان يعني عصرته، قصادها كوباية لبن. تمام. فعايزة أقول لكم بقى إيه، إن الكيكة طلعت حلوة أوي، جربوها مش هتندموا. وكمان كان عندي فول سوداني، فأنا هاحطه كمان هاستغل البوتاجاز يعني وهو شغال. وأنا أصلًا كنت يعني قايمة بصراحة، كان في بالي إن اليوم النهارده ده يبقى للمعجنات، بس أنا كنت قايمة بعد العشا خلاص، يعني كانت العشا أذنت في الوقت ده، علشان كده ما عملتش اللي في بالي. كنت عايزة أعمل فطير، وكنت عايزة أعمل كمان قرص. تمام. أنا عندي الدقيق وعندي ما شاء الله كل حاجة، لكن بقى إيه اللي عطّلني، إن أنا لسه كنت هاستنى القرص إن هي إيه تخمر، وبعد كده أرجع أقطّعها وكده. وكمان النهارده درجة الحرارة صعبة جدًا، اللي أنا مش قادرة أقف في المطبخ أصلًا، وكان اليوم طويل. فقُلت بلاش يعني هو كفاية كده الكيكة النهارده زي الفل، وهي مش هتقعد كتير يعني هي آخرها معانا بُكرة وهتبقى خلصت يعني، إذا كمّلت لبُكرة يعني. عايزة أقول لكم ممكن ما تباتش يعني. فما شاء الله بُكرة بقى نبقى نعمل حاجة تانية، أو نعدّي بُكرة ويوم كمان على حسب الجو. الجو هو اللي هيحكمنا الأيام دي، لإن الجو الأيام دي بصراحة وِحِش، يعني حَر أوي. مش وِحِش ولا حاجة، الحمد لله على كل حال، إحنا في نعمة كبيرة والله العظيم. فعلى حسب الجو، لو الجو طلع هادي شوية ممكن نبقى نعمل. وأنا كنت فرحانة دلوقتي في الكيكة، لإن المَرّة اللي فاتت كانت زي ما باقول لكم كده كانت وِحشة. بس ال العيب بقى كان في إيه، كنت أنا باعملها وأنا متنرفزة بصراحة. كانوا ولادي وقعوا لي كُتَبي وحاجات زي كده، فإيه اللي هو يعني إيه بوّظوا مودي فبالتالي كانت بايظة، علشان كده أنا أصلًا ما جبتهاش. الغدا بتاعنا النهارده في اليوم ده كان عندي قولوا نُص كيلو لحمة كده أو أقل، آخر كيس عندي من اللحمة وما عادش عندي تاني بقى. يعني شكلنا بقى مش هنشتريها تاني غير لمّا العيد الكبير ييجي الله أعلم. المهم وكان عندي السمبوسة دي من العيد من رمضان قصدي. تمام. أنا من الناس اللي بتعشق السمبوسة بأي حاجة باكلها، جبن آكلها، لحمة مفرومة، فراخ، أي حاجة دايسة فيها. افتكرت إن أنا إيه، أنا امبارح كنت عاملة إيه، أجنحة ورز أصفر وكده. بس بصراحة كانوا حبّة صغيّرين، أنا ما اللي هو إيه، أنا ما حسّيت إن أنا ما شبعتش، اللي هو إيه الأكل ده. قُمت بقى النهارده قُلت إن شاء الله أنا هاعمل أكل إيه، حلو كده، أنا يعني يبقى مزاجي فيه. وطبعًا السمبوسة دي هي اللي كانت جاية على بالي، بس مش هينفع أعمل سمبوسة لوحدها يعني. كان عندنا الرقاق ده اللي هو ده رقاق، إحنا بنعمله مع يعني إيه، زي الفتّ كده مع خصوصًا يوم اللحمة. إنّما وبَط برضه لو اللي هو الشوربة الدسمة. إنما لو أكل تاني عادي ممكن نعمله أو ما نعملهوش. فده إحنا عملنا إيه، الفَتّ ده، وجنبه طبقين لسان عصفور وطبق سلطة وسمبوسة. تمام. وده كان الغدا، كان ده غدا النهارده إيه، السبت. تمام. طبعًا أنا شاركت معاكم اللي هو الفيديو بتاع يوم الجمعة. أنا شاركت معاكم اللي هو الفيديو كان آخر فيديو نزل يعني. وطبعًا دخلنا على المواعين وما أدراكم ما المواعين عندي بقى اللهم صل على سيدنا محمد، كمية مواعين تقولوش المطبخ كله، مع إن في لسه مواعين كتير يعني نضيفة، بس كان عندي مواعين كتير متبهدلة ومش حلوة خالص يعني. المهم دخلنا على المواعين، صلوا على النبي واذكروا الله. اللي لسه ما حطش فيديو لحد ما حطش فيديو، اللي ما حطش لايك لحد دلوقتي يحط كده اللايك علشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد من الناس. طبعًا باشكركم جدًا على الفيديوهات اللي بتنزل التفاعل الحلو اللي على القناة. ما شاء الله كان قبل كده الفيديو من يعني مش الأيام دي حاليًا بصراحة، كان الفترة من كام شهر كده، ممكن كان الفيديو ينزل ما يبقاش عليه تفاعل يعني زي الأيام دي. باشكركم طبعًا جدًا، وباشكر كل الناس اللي بتحط لايكات كده. يعني هُم بيبقى مقدّرين المجهود، يعني بيبقى حد مقدّر مجهودِك إن أنتِ تعبتِ وأنتِ اديتِ له طاقة إيجابية، فبالتالي يعني إيه زي ما يكون بيكافئِك كده. طبعًا هو إيه طريقة المكافأة دي لمّا بتحط اللايك فالفيديو بيترفع يعني إيه اليوتيوب بيقترحه لناس تانية، فالناس التانية بتشوفه وتدخل القناة، وبالتالي عدد المشتركين فيها بيزيد وهي بتكبر. بس كده. تمام. عايزة أقول لكم وأذكّركم كمان إني اللهم صل على سيدنا محمد الفيديو اللي فات اتكلمنا عن موضوع حلو جدًا، وهو كان موضوع الزُهد. قُلنا فيه قصة جميلة جدًا، قصة سعيد بن عامر، وهو ضرب أروع الأمثلة
وكمان قلنا ان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، وسيدنا ابو بكر الصديق، وعدد من الصحابه كتير ما شاء الله، كانوا مثال للزهد والورع، وان كانت الدنيا مش فارقه معاهم، و يعني كانت ما تساويش عندهم اي حاجه. فطبعا يعني ان احنا نقتدي بناس زي كده، بصوا هتحسوا بقمه السكينه والاستقرار والراحه النفسيه. كل الدنيا ما تفرقش عندك، عايش حياتك بالطول وبالعرض زي ما بيقولوا كده. طبعا هو يعني مش الغرض والهدف ان احنا ما نعملش حاجه في المستقبل، لكن زي ما بنقول كده، يعني احنا مش ضامنين اصلا اذا كنا هنعيش بكره او مش هنعيش. لكن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: اعمل لدنياك كانك ايه، كانك تعيش ابدا، كانك انت هتدنك عايش طول العمر. واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. يعني ايه بقى؟ يعني مثلا صلي وزكي وشوف اعمل بقى كل الحاجات اللي ترضي ربنا. ما يبقاش عندك طول الامل والحرص ان انت عايش في الدنيا وهتقعد فتره طويله، وتبقى بقى كل حاجه عايز تاخدها وكل حاجه مهتم بيها، والحاجه اللي تفوتك تزعل وتكتئب، ويجي لك امراض الدنيا والاخره والضغط والسكر بسبب ان حاجه مثلا فاتتك، او مال انت ما حصلتش عليه، او منصب معين انت كان نفسك فيه وما جاش. لا، الدنيا مش مستاهله كل الحاجات دي. هي ربنا سبحانه وتعالى ما دام انت اخدت بالاسباب وعملت اللي عليك واجتهدت وكل حاجه، عملت كل اللي عليك، بس الحاجه دي ما جاتلكش او ما كانتش من نصيبك، ما تزعلش ابدا. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى اكيد كاتب لك في عدم وجودها ليك، كاتب لك فيها يعني رحمه ان هي ما تبقاش عندك. ولو كانت عندك يعني ممكن كانت تسبب لك ضرر او تسبب لك حاجه. انت طبعا عاجز عن الحكمه دي. الحكمه دي عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا وحده اللي بيبقى عالمها. فاي حاجه تحصل لك دايما احمد ربنا سبحانه وتعالى عليها. احمد ربنا في السراء وفي الضراء. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لامر مسلم، او لامر امرئ ولا يكون ذلك الا لمسلم، ان اصابته ايه سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء فشكر فكان ايه خيرا له، يعني او صبر. يعني سواء في السراء او في الضراء بيحمد ربنا سبحانه وتعالى. ومش من الناس بقى اللي بتجزع وتقول اشمعنى انا يا رب، كل حاجه مثلا انت بتدي غيري وغير عندي وعنده وعنده وانا ما عنديش. كل الكلام ده يعتبر شرك بالله سبحانه وتعالى. خليك على يقين ومؤمن بالله ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيديك مش بيديك الحاجه ديت او بيمنع الحاجه دي عنك الا لحكمه ربنا سبحانه وتعالى وحده اللي يعلمها. طبعا عايزه اقول لكم ان ما اتكلمناش في موضوع معين، لان اصلا عدد الفيديو او عدد الدقائق صغيره، يعني 13 دقيقه، وكمان اتكلمنا حوالي 9 دقائق عن الكيكه والحاجات دي، فبالتالي ما عادش فيه اصلا في الفيديو وقت ان احنا نتكلم فيه. ان شاء الله الفيديوهات اللي هتنزل استنوا فيديوهات حماسيه جدا، فيها بقى غسيل سجاد وفيها بقى تنظيف عميق قوي يعني. بس انا حبيت كده ايه، ان انا عشان زي ما قلت لكم كده هنزل الفيديو يوم ويوم، حبيت اكون ملتزمه بالكلام، علشان اليوتيوب يفضل يعني يقترح القناه لناس تانية. تمام. طبعا انا بحبكم في الله، بشكركم جدا جدا. حطوا كده لايك، لو وصلتوا في نهايه الفيديو حطوا لايك كده وشجعوني. وطبعا زي ما بذكركم وصلوا على النبي. استودعكم الله. السلام عليكم.